مساء الخير يا أصدقاء. ربط نادي فالنسيا الإسباني اتصاله بالجامعة المغربية لكرة القدم يطلب تأجيل انضمام لاعبي سليم أملاح بالمنتخب المغربي إلى ما بعد نهاية المباراة التي سيخوضها أمام مضيفه في ريال يوم الثلاثاء في منافسة لا ليغا وفق ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو. وظهر أملاح بشكل جيد للغاية خلال المباراة التي كسبها فالنسيا يوم الثلاثاء الماضي على حساب مضيفه رايو فايكانو، حيث لعب أساسيا وقدم أداء قويا. ويرغب روبن براخا مدرب فالنسيا في الاستفادة من أملاح أمام فياريال قبل السفر للمشاركة في كأس إفريقيا التي ستنطلق مطلع العام الجديد بالكوت ديفوار. بات إلياس أخوماش متوسط ميدان فياريال الهجومي مرشحا لسحب البساط من أقدام مواطنه إبراهيم صلاح لاعب رين الفرنسي بعدما انبعث اللاعب لغواصات الصفراء من رماده من خلال تقديمه أداء جد محترم في الليغا الإسبانية. أخوماش الذي كان قد انضم في الآونة الأخيرة لصفوف المنتخب المغربي الأولمبي وجد نفسه بسرعة البرق في اللائحة الموسعة التي جهزها الركراكي للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا التي ستقام مطلع السنة المقبلة بالكوت ديفوار. وعلمت الجريدة المغربية بأن المشاورات التي تمت مؤخرا بين الناخب الوطني وليد الركراكي وربان الأولمبيين عصام الشرعي أسهمت في ضم أخوماش لعرين أسود الأطلس، وحظوظ خريج أكاديمية لاماسيا ستكون كبيرة من أجل التواجد في الكان المقبل. صرح الدولي الجزائري المحترف بالبطولة البرازيلية إسلام سليماني أنه يرشح 3 منتخبات للفوز بكأس إفريقيا المقامة بالكوت ديفوار. وقال سليماني أنه يتوقع فوز إحدى هذه المنتخبات المغرب، مصر والكوت ديفوار بلقب الكان. كما لم يستبعد المهاجم الجزائري منافسة منتخب بلده على ذات اللقب، لكنه عاد ليقول بأن الأمر صعب لكن ليس مستحيلا. ويوجد المنتخب المغربي بالمجموعة السادسة رفقة منتخبات الكونغو الديمقراطية، زامبيا وتنزانيا. خرج عمران لوزة بتصريح حول تمريرته ضد مصر في عام 2021 وقال: أتذكر المدرب ورائي يصرخ ويقول لي أعطي الكرة لحكيمي. لم تكن أفضل الخيارات حينها، يلقى علي اللوم، لكن أردت توضيح الأمر لأنه أمر مهم بالنسبة لي. كريم البركاوي يسجل الهدف الثاني له ولفريقه الرائد ضد اتحاد جدة ضمن الدوري السعودي. مراد باطنة قدم تمريرة حاسمة أمام التعاون رفقة الفتح السعودي اللاعب في اللائحة الموسعة المشاركة في كأس إفريقيا. أكدت تقارير صحفية قطرية أن صخرة الدفاع المنتخب الوطني المغربي رومان سايس سيكون حاضرا إن شاء الله تعالى رفقة أسود الأطلس في كأس إفريقيا بالكوت ديفوار. وكشف الموقع القطري أن الإصابة التي يعاني منها مدافع نادي الشباب السعودي رومان سايس ليست بالخطيرة، وأنها تتطلب بضعة أيام من الراحة للعودة إلى الميادين من جديد. وأضافت نفس المصادر أن الطاقم الطبي للمنتخب المغربي تلقى تقريرا مفصلا من طرف نادي الشباب السعودي يؤكد فيه أن إصابة اللاعب رومان سايس ليست بالخطيرة. وفي نفس السياق فقد توصل الطاقم الطبي للمنتخب المغربي بتقرير عن إصابة لاعب فريق ويستهام يونايتد نايف أجرد تفيد بأن إصابة الأخير ليست بالمقلقة، وأن حظوظ المدافع المغربي كبيرة جدا للالتحاق بالمعسكر التدريبي للأسود.